دي ماريا بيعمل كرة على الرايق لجونزالو، وغريب الارجنتيني ده ما تعرفش هو حلو ولا وحش ولا ايه دنيته بالظبط. خلاص دي ماريا انفجر وكرة تانية ار2 ولكن تروح جنب القائم بكام سنتي، والريال راكبه المباراة بشكل مهين. دي ماريا عامل اداء عالمي، وكرة تانية ارضية تمر بجوار القائم، وريال مدريد ناقصها هدف. ولك ان تتخيل ان اوزيل ومودريتش وكاكا كانوا قاعدين على الدكة. دي ماريا مش عاوز يهدى، وكرة تانية تخبط في رجل المدافع وتخرج بره. الريال بتكمل ضغطها بكام كرة كده ولكن تطلع بره، والهدف بيقرب من الريال لحد ما يجي مارسيلو ويشوف كرة كورباك كانت رايحة في السوكة، ولكن بتطلع في العارضة بسنتيمترات، والريال فاشخ السيتي لحد دلوقتي. السيتي اخيرا بيرجع باول تسديدة من تيفيز وتروح عالية. تقريبا مارسيلو كان عامل قاعدة صواريخ، وحرام الكرة التانية دي كمان تضيع على مارسيلو، بس اللي ضيع يستقبل. ويايا توريه يلعب كرة لجيكو اللي بمنتهى الهدوء بيحطها في كاسياس، والغريب ان كاسياس بيلعب على التوقع وترمى في الزاوية التانية كأنها ركلة جزاء.